وليس آخرا كلمتي لإخواني الكرام أن الله عز وجل أكرمنا بهذا العالم النحرير الجهبذ الناصح المشفق في زمن قل فيه الناصح، لذا ينبغي بل يجب أن نعرف قدره وشأنه. وللذين يتربصون به الدوائر أقول رويدكم فدونكم جبل أشم. يا ناطح الجبل الأشم بقرنه رفقا بقرنك لا رفقا على الجبل. فالشيخ فلكوس حفظه الله ورعاه، أسأل الله أن يحفظه وأن ينصره وأن ينصر الحق به، ثابت بفضل الله ثبوت الجبال الراسية، زاده الله ثبوتا ورفعة وشموخا. فأقول لشيخنا حفظه الله ورعاه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالابتلاء والامتحان سنة ماضية في الأولين والآخرين. يقول ربنا عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وكلما عظم الإيمان عظمت الفتنة. أي نعم، هذه سنة الله جل وعلا. كلما عظم الإيمان عظمت الفتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال السخوي رحمه الله: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش. إيه نعم، لله درك يا شيخ، زادك الله صبرا وحلما وعلما ونصر بك الحق، فقد صدحت بالحق فما يضيرك من خلفك ما دمت بالحق مستمسكا.